كنت قاعدة باتمشى وقُلت أروح أشوف أسعار الميكروويف ويا ريتني ما رُحت، فعلًا اتصدمت. تعالوا النهارده نعرف أسعار الميكروويف لسنة 2023 في نهاية 2023 لإن إحنا خلاص في شهر 11 بنودّع 2023. تعالوا نعرف الأسعار ونشوف الأسعار وصلت لحد فين، ويا ريت اللي عايز يشتري يشتري لإن الأسعار في زيادة مستمرة زي ما أنتم عارفين. وآسفة جدًا إني ما بانزّلش فيديوهات كتير بسبب الأحداث اللي بتحصل في فلسطين مأثّرة عليّا جدًا ومأثّرة علينا كلنا أنا عارفة. تعالوا نبتدي وأول مايكروويف معانا وهو مايكروويف هوفر ديجيتال زي ما أنتم شايفينه 25 لتر بيبقى 900 واط وسعره 6550. هوفر طبعًا ضمان العربي. هوفر يعني بصراحة في الآخر 5، 6 سنين هوفر تفوّقت على نفسها بصراحة. وطبعًا وضمان العربي في ناس كتير جدًا بتثق في ضمان العربي. فبصراحة هو مايكروويف كويس جدًا. تعالوا نشوف الميكروويف اللي بعد كده وهو ميكروويف اسمه هوم، وهو انتشر في الفترة الأخيرة، وفيه كمان شواية و25 لتر. دوّة حجمه طبعًا وهو بيبقى 900 واط وسعره 6299. تعالوا بقى نشوف الميكروويف اللي بعد كده وده ميكروويف شارب ديجيتال 25 لتر وبيبقى 1000 واط لونه فضي، سعره 6179 وهو بيبقى كلاس A ما بيسحبش كهربا خالص. بُصّوا شارب يعني ما فيهوش ولا كلمة، بصراحة ممتاز جدًا. يعني تجيبيه وأنتِ متطمنة والشواية بتاعته شواية حقيقية. يعني مثلًا زي فريش أو ماينتا أو كده. دول الشواية بتاعتهم زي قلتها، لأ بصراحة شارب ممتاز جدًا. تعالوا بقى نشوف اللي بعد كده ده مايكروويف تورنيدو برضه بالشواية 25 لتر 900 واط، سعره 5172 وبيبقى بكرة مش ديجيتال. طبعًا السعر اللي عليه ده سعر قديم سيبكم منه، دلوقتي سعره 5172 وقريب هاعمل لكم review عنه عن طريقة تشغيله. بصراحة تورنيدو برضه بيبقى تبع ضمان العربي وإن شاء الله مش هتحتاجوا لضمان، بس أنا باحس إن تورنيدو أضعف شوية من فريش أو ماينتا أو باحس إن هو أقل في يعني قوة الwatt بتاعته بتبقى مش قوية أوي، يعني باحس إن هو ضعيف شوية، يعني بعض الناس اللي استخدموه قالوا الموضوع ده عليه. تعالوا بقى نشوف الميكروويف اللي معانا بعد كده وهو ميكروويف زانوسي 30 لتر، طبعًا زانوسي ماركة أكتر من ممتازة. سعره 8386. التحكم فيه باللمس. بقى في ميزة رهيبة في الميكروويف ده، إن هو مش عبارة عن ميكروويف بس، عبارة عن ميكروويف وشواية وair fryer. هو بيبقى 900 واط والشواية 1250 واط. بُصّوا ميكروويف فظيع، يعني هاكلمكم عنه باستفاضة في آخر الفيديو، بس هو ميكروويف حلو جدًا أكنِّك وفّرتِ حق 3 أجهزة. طبعًا الair fryer أنتم عارفين لوحدها ب5000 جنيه. فبصراحة هو ممتاز جدًا. تعالوا نشوف الميكروويف اللي بعد كده وهو كينوود، برضه كينوود ممتاز جدًا، بيبقى 30 لتر وسعته سعره 6460. هو بيبقى 700 واط والشواية 1000 واط. برضه كينوود من الماركات الtop في الميكروويف. سواء كينوود أو سامسونج أو شارب بصراحة أو زانوسي برضه حلو جدًا. دول الماركات ديّة ممتازة جدًا. تعالوا بقى نشوف الميكروويف اللي بعد كده وهو ميكروويف شارب 34 لتر ديجيتال. هو بيبقى 1000 واط وسعره 8499. تعالوا بقى نشوف الميكروويف اللي بعد كده وهو ميكروويف تورنيدو 36 لتر وسعره 6699 جنيه طبعًا. هو بيبقى 1000 واط، هو بكرة مش ديجيتال. برضه تورنيدو زي ما إحنا اتفقنا من الماركات المحترمة وبيبقى ضمان العربي، بس في بعض الناس اشتكت منه إن هو بيبقى ضعيف شوية، يعني مش بيسخّن مثلًا لو العيش هياخد دقيقة هو بياخد دقيقة ونُص أو دقيقتين، ده بعض الناس ده آراء بعض الناس. تعالوا بقى نشوف الميكروويف اللي بعد كده وهو ميكروويف كينوود، ده صغير بيبقى 22 لتر سعره 6358. هو بصراحة كينوود بيبقى غالي شوية من الماركات الغالية، وبيبقى 700 واط ولونه أبيض. وفي grill وهو بكرة زي ما أنتم شايفين كده عبارة عن بكرتين. تعالوا بقى نشوف الميكروويف اللي بعد كده وهو ميكروويف زانوسي 20 لتر، بكرة برضه في بكرتين زي ما أنتم شايفين بنقدر نضبط منها إحنا عايزين نحط إيه، وسعره 4180. تعالوا نشوف الميكروويف اللي معانا بعد كده وهو ميكروويف
مايكرويف سمارت. هو ده بيبقى مايكرويف وفرن وسعره 3699 لان سمارت ماركه مش معروفه قوي، وبيبقى عباره عن 700 واط وبكره. تعالوا بقى نشوف الميكرويف اللي معانا بعد كده، وهو تورنيدو 25 لتر، بكره لونه اسود 900 واط، سعره 5769 جنيه. برضو التورنيدو احنا اتكلمنا عنه قبل كده، بيبقى بضمان العربي. تعالوا بقى نشوف معانا الميكرويف اللي بعد كده، وهو عبارة عن ميكرويف زانوسي 23 لتر بالشواية، سعره 4890. تعالوا بقى نشوف الميكرويف اللي معانا بعد كده، وهو فريش 20 لتر، لونه أبيض، سعره 4478. زي ما انتم شايفين كده بكرتين. هو حجم 22 ده بيبقى أصغر حاجة في الميكرويف، أو حجم 20 ده بيبقى صغير جدا. يعني حاولي تكبري في الميكرويف على قد ما تقدري. من أول 25 فيما فوق هيبقى كويس معاكي قوي. ده زانوسي اللي أنا قلت لكم عليه، حبيت أفتحه لكم من جوه كده لأن هو عجبني جدا. فكرة إن هو فيه 3 أجهزة مع بعض، ما وفرتش حق 3 أجهزة، فهو حلو جدا. بيبقى فيه الحلة زي ما انتم شايفينها كده، علشان تسوي الأكل عليها، طبعا بتستوي من البخار الساخن. حبيت فكرته جدا، حبيت الميكروويف ده جدا. بس هو سعره بيبقى غالي شوية، زي ما احنا اتفقنا سعره 8386، وهو بيشتغل التحكم فيه باللمس زي ما انتم شايفين كده، وهو كاتب لك ان هو اير فراير، وعبارة وفرن وشواية، وكمان مايكروويف. شارب ده كمان من الماركات اللي عجبتني جدا. شارب ماركة متينة بمعنى كلمة متينة، ما شاء الله عليه يعني. طبعا في جريل، وهو عبارة عن مايكرويف برضو، لكن مش كونفكشن، يعني مش بيسوي الأكل، يعني مش عبارة عن فرن كمان. بس هو كماركة ممتازة جدا وقوي جدا ما شاء الله. الموتور بتاعه بيبقى حلو جدا. ده بيبقى شكله، وزي ما انتم شايفين مش بيبقى فيه مقبض، احنا بندوس على الزرار بيروح جاي فاتح الباب. وشرب ال 25 لتر منه زي ما احنا قلنا 6179، وال 34 لتر منه بيبقى 8499 جنيه. تعالوا بقى نشوف الميكروويف اللي معانا بعد كده، وهو ميكروويف بوش، سعره 9298، برضو بوش ماركة محترمة جدا. وده ميكروويف صناي، وسعره 3999، وده فريش 20 لتر، سعره 5690. وبكده الفيديو